كيفاش تجيب الزبائن بلا إشهار وبلا توسل؟ تسويق ذكي. هذا الدرس يخدم على أي خياطة مبتدئة تخدم في الدار عندها محل، حتى اللي ما عندهاش جمهور وما عندها حتى علاقة مع الخياطة، ما عندهاش حتى علاقة مع الخياطة، يعني تدي لخياطتها الخياطة واحدة أخرى تخيطها لها وهي فقط تبيع. اليوم خياتي الأعزاء جبت لكم درس مهم بزاف، راح تدو بزاف منه فوائد، وباش تجنبوا جميع الأخطاء اللي تطيح فيها أكثرية ولا 90% من الخياطات، وهذا الشيء يخلي مشروعها يبيع بالفشل. هدف الدرس تاعنا هو انك تفهمي علاش الزبونات ما يجوكش، تتعلمي تسويق بسيط يخدم عليك وحده، تخلي الناس تطلب منك قبل ما تطلبي منهم. لازم تعرفوا بلي كاين ناس يخدموا بلا إشهار، ومع ذلك كاين زبائن بزاف عندهم، دايما عندهم الخدمة، خدمتهم ناجحة، طالعين يدخلوا يعني دراهم ملاح في الشهر. وكاين ناس اللي عندهم ترويج ويصرفوا على الترويج تاعهم، لكن ما عندهمش مبيعات ولا مبيعاتهم بزاف قليلة. اليوم راح نقول لكم ولا راح نشرح لكم كيفاش راح تولي انت من الفئة الأولى اللي عندها مبيعات بدون تعب وبدون تسويق كبير. أول معلومة لازم تفهميها وديريها في راسك، باللي زبون إلا ما شافت ولا زبونة اللي ما شافتش خدمتك ما راح تشري عليك. يعني لازم الزبونة تشوف تفاصيل خدمتك وتوري لها التعب تاعك في خدمتك بدون ما تحسيها بلي انك راكي تحليها باش تشري خدمتك، ولا انت راكي توري لها غير هكا باش راكي لهفه باش تشري الخدمه تاعك. لا، التعب تشوفه في لا فينيسيون تاعك، التعب تشوفه في طريقه الخياطه تاعك كما دائما نقول لكم. والحاجه الثانيه اللي لازم تعرفيها انه الخياطه في الظل هي مشروع ميت. وش معناتها الخياطة في الظل؟ انك تخيطي وما توريش خدمتك، انك تخيطي وما تقوليش اني انا راني نخيط وباللي هذا الشيء، وما تخيطي وما تلبسيش خدمتك. هذا الشيء وكي يشوفوك الناس يعني راح تقول لهم باللي هذه خدمتي فلانه، هذه خدمتي. اكيد دائما نقول لكم بعدوا على الناس اللي يعرفوكم، باسكو راح يقعدوا يتبعوكم ويجيبوا لكم الخدمه تاع باطل، ولا غدرتي لهم راح يديروا لكم دي بريسيون في يعني في المشروع تاعكم. لكن معليش انك تروحي الايوغ وتقولي باللي هذه خدمتي وباللي انا راني خيط. هذا الشيء راح يحاول بالاشهار بطريقه ذكيه. ما يكفيكش تخدمي مليح الناس تعرفك وتزيدي تقولي ربي يفرج ويجيب مبيعات. لا اختي، لازم اول حاجه لازم تباني. اللي لحقت لهنا لا فيديو ماذا بك حبيبتي تشتركي في القناه، باسكو هذا الفيديو رغم لا بريسيون اللي راهي عندي درتو بالطلب تاعكم، قلتوا لي ديرنا كملي لنا الدروس وراني نكمل لكم في الدروس. المهم اختي العزيزه، التسويق ماشي فضيحه، هذه لازم وديريها في راسك مليح. التسويق ما راهوش عمره ما كان فضيحه، التسويق ماشي تبراح ولا حشمه، انك توري خدمتك هو حقك. يعني الخدمه اللي ما تبانش جامي راح تتروج ليها. انك تهدر على روحك هذا الشيء واجب اختي العزيزه، انك تطلبي اجرك هذا الشيء احترام ليك ولخدمتك والقيم تاعك. لازم تعرفي حاجه، اقوى تسويق تقدري تسوقيه على مواقع التواصل الاجتماعي انك تديري القطعه قبل واثناء وبعد العمل. يعني قبل العمل توري لهم القماش وكيفاش شريتيه، بعد العمل ولا اثناء العمل توري التعب تاعك في الخدمه تاعك، وفي الاخير راح توري لهم النتيجه. وهذا الشيء دائما اصلا كي تكوني تسوقي بهذه الطريقه للانسان، ولا الانسان اللي راه يشوف فيك، ولا المتتبع ولا الزبون اللي راه يشوف فيك، راح دائما يستنى النتيجه ويستنى قبل العمل. كدي تحطي له، مادامك انك تحطي له قبل العمل راح يستنى بعد العمل واثناء العمل، ويستنى اكيد النتيجه. وهذا الشيء راح يساعد بزاف في ترويج العمل تاعك. صدقيني اختي العزيزه، هذه طريقه الترويج هي السحر، واحد ما يمدها لك وما يقولكش بلي هذه هي لاستوس تاع الترويج. اول حاجه كما قلنا انك تصوري اثناء شراء القماش، وتصوري التعب تاعك انك راكي رحتي تشري القماش، والوقت اللي كنتي تخيري فيه القماش، والتعب تاعك في هذاك الاثناء. من بعد توري لهم اثناء العمل كيفاش راكي تتعبي، كيفاش راكي تفصلي، كيفاش راكي تخيطي، ومن بعد توري لهم بعد العمل كي راكي في على فينيسيون. والنتيجه هذه هي اللي راح تكون صدمه. واكثر حاجه بعد ما ديري هاد الفيديوهات راح تلمي اكبر جمهور اللي راح يستنى النتيجه تاعك. فهمتيني اختي العزيزه؟ وقد ما طلع الريل وقد ما ناس نو النتيجه، هذا الشيء راح يساعدك في ترويج المشروع تاعك. لازم تعرفي اختي العزيزه، قماش عادي يساوي قطعه جاهزه، موديل بسيط، نتيجه انيقه، لهم فوضى وبعدها
النظام صوري قبل بعد أثناء، والنتيجة المليحة كامل تقدري ديريها نهارك ترجعيه محتوى. يعني تقولي لهم كي رحتي والتعب والصعوبات اللي جاتك حين راكي تشيلي القماش ومن بعدك تكسروا الكلبرة ومن بعد ما لقيتيش المقص، راكي تقولي لهم الضغوطات اللي راهي تصرى أثناء تفصيل، ولا انك اثناء راكي تطلعي هذه القطعه ولا راكي ديري هذا الموديل ديالك. اختي العزيزه ما تسناش الفكره كبيره، صوري، قصي القماش، صوت الماكينه، ترتيب طاوله، قطعات، كلمي. الناس تحب تشوف الطريقه ماشي غير النتيجه. ما تحبش الناس انك توري لهم هذاك الحجاب ولا هذاك الموديل تاعك ديريكت هاوليك موديل اللي راني كملته، لا تحب تشوف الطريقه ولا تشوف التفاصيل ولا تشوف كيفاش طلع هذاك الموديل، كيفاش ما هي الصعوبات وكيفاش الاشياء اللي مرت عليها هذيك الخياطه حين إنتاج هذاك التحفة الفنية ولا هذاك الموديل اللي يعجبهم هما. الخطوة الأساسية اللي لازم تعرفيها حبيبتي أنه الناس تحب الكلام، تحب تسمع، ما تحبش غير تشوف. حتى لو خدمتك بسيطة لازم توصفي خدمتك بطريقة أنيقة وراقية تخليها تدخل للقلب تاع الناس وتخلي الفضول وتخلي الحب لهذاك المشتري، تخلي عنده حب باش يشري القطعة تاعك. شوفي اختي العزيزة، بدل ما تقولي خيت هذا الموديل، قولي هذا الموديل ينفع للدار والخروج، ما يتكرفس وسهل اللبس. هذه هي الزبون يحب حس باللي هذاك البائع راهو مركز على خدمته باللي ولا واثق في خدمته. المهم خياتي اللي يقولوا لي وين نبيعه، ركزي على فيسبوك ستوري زائد المجموعات بزاف تعاونك في الفيسبوك. عندك ثاني ماركت بليس فيه البيع. تيك توك فيديوهات قصيره تنفعك بزاف، التيك توك راهو رائج دوكا. تقدري ديري حتى فيديوهات على اليوتيوب، الناس اللي مهتمين في اليوتيوب يقدروا يشوفوا، لكن تواصل في اليوتيوب راح يكون عبر الواتساب ولا تيليجرام. المهم ما لازمش كلش مرة واحدة، ما ديريش زعما كوليكسيون خلي ركزي على كوليكسيون واحدة اخدمي فيها وروجيها، ديري جميع طرق الترويج فيها، خدمي ما تمليش. لازم الاستمرارية، ابداي بمكان واحد فقط. يعني اختي العزيزة ابداي، يعني باش لشتي عندك ما عندكش الوقت لازم تخيري فيسبوك، انستغرام، تيك توك. يعني تيك توك دوكا راهو بزاف لي فيديو تاع تيك توك يمشوا، يقدر يكون فيه مبيعات اكثر من انستغرام اكثر من الفيسبوك. هذه لازم تفهميها. اخطاء قويه تقدري ديريها في مشروعك، هذه بزاف اللي يقولوا لي وشنو الاخطاء اللي رانا نديروها في المشروع. كل خطا يديروه بزاف اصحاب المشاريع، انك تنشري مره وتسكتي شهر. النشر لازم لك الاستمراريه، تقعدي الاستمراريه في النشر. هذا ماشي تسويق انك تنشري مره على مره ولا كي تنفع لك ولا كي تكوني قاعده، لا ديريها باللي خدمتك ولازم تنشري كل يوم. كيما دايما صباح تنوضي تبداي تخيطي، ولا صباح تنوضي تروحي الخدمه، ولا صباح لازم تنوضي تروحي تغسلي وجهك. لازم النشر يكون كل يوم على الاقل 3 فيديوهات ولا 3 ريل في اليوم. التسويق التكرار ماشي مليح انك تكرري نفس الفيديو ونفس في كل مره، لا مليح التكرار في بعض الاحيان كي يكون عندك يعني ريل طالع ولا فيديو طالع، هذه مليح. لكن انك تكرري نفس الفيديو كل يوم، هذا الشيء راح يخلي المشتري ولا المتتبع تاعك يمل. الصبر والاستمراريه هي اهم حاجه في نجاح مشروعك. ما تمليش، على بالي يجيك ضغوطات، يجيك فترات تفشلي تكرهي تقولي خلاص هذا المشروع ما فيش، لكن حبيبتي الاستمراريه هي اللي تخليك تنجحي في مشروعك. نفس الرسائل بطريقة مختلفة، دايما تكوني تواسي رسالة تاعك اللي تلحقيها للمشتري تاعك نفسها، تبدلي برك طريقة المختلفة. كيفاش تخلي الزبونة تجيك وحدها؟ هذا هي راح نعطيكم 3 مفاتيح تخليك الزبون يجي وحده ويحبك. الوضوح، واش تخدمي؟ لازم تكوني واضحة واش تخدمي. لا تخدمي حجابات كملي في الحجابات، الا تخدمي اشياء تاع الذراري صغار كملي في الاشياء تاع الذراري صغار، الا راكي تخدمي في جلابيب كملي. يعني ديري الحاجه تاعك تخدميها، ولا كاتيجوري اقعدي فيها، ما تقعديش تصوتي من حاجه لحاجه كي كانغورو ومن بعد ما راحت ما حديري والو. الانسان اللي يصوتي من حاجه لحاجه ما راح يدير والو. كملي في حاجه
فهمتيني اختي؟ ولازم هذه الحاجه تكون هي اللي تناسبك وتكون انت اللي ترتاحي لها، ماشي حاجه انت تشوفيها ماشي تاعك وتروحي فيها. لا لا اختي العزيزه. المفتاح الثاني انك تكوني واثقه في خدمتك. صوري حبيبتي خدمتك، ما تحشميش من خدمتك. كاين خياطات ما شاء الله يخيطوا خدمه ما شاء الله بصح ماشي واثقين من خدمتهم، كومبلكسين، يحشموا، يقول لك بالك هكا بالك هكا. هذا الشيء راح يخليك تتراجعي ومشروعك يتراجع. لازم تكوني الخطوه الثالثه ولا المفتاح الثالث لازم تكوني مرتاحه، اسلوب طيب، تهضري مع الناس بطريقه طيبه، تعرفي كيفاش تتواصلي مع الزبون تاعك بطريقه طيبه وتخلي الزبون تاعك يرتاح لك. كي يرتاح لك الزبون يحسك انك صديقته، يحسك انه راح تقدري تقصري معاه المره الجايه والمره الثالثه والمره الرابعه، راح يولي زبونك. باسكو طريقه الكلام تاعك تكون طريقه ماشي شغل كي فيه برك باش تشري. فهمتيني؟ مثال واقعي، راح نمد لك مثال واقعي اختي العزيزه. كانت خياطة نعرفها كانت متتبعة عندي في القناة تاعي الأولى. كانت خياطة تخدم من دارها، بدأت تصور غير خدمتها يعني حتى بتليفون كان اندرويد تحل ولا تصور. كانت ديفوا تصور في لاطيراس، ممكن تصور مرسجات، تصور في الحوش تاعها يعني في الضوء النهار. بدأت قلت لكم تصور خدمتها من الدار وكلها امل بالنجاح. كانت كي تسحق حاجه تبعت لي في الانستغرام تقول لي كيفاه منا وانا كنت نعاونها بالحاجه اللي قدرت عليها. واليوم صديقتي ام نهال راهي ما تلحقش على الطلبيات. صدقوني خياتي العزاز ما راهيش تلحق على الطلبيات، سورتو دوكا في العواشر عيطت لي قالت لي والله ماني نلحق على الطلبيات، شكرتني. نقول لك حبيبتي نتمنى لك مزيد من النجاحات، ان شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك، ان شاء الله تكسبي ولا تولي تاعك والحانوت تاعك كيما راكي متمنيه. العزيزه حبيت نسقسيك برك سؤال، قولي لي لو كان الناس تشوف خدمتك وشنو هي الحاجه اللي راح تعجبهم فيها؟ نتمنى انك تسقسي نفسك هذا السؤال، قولي وشنو الحاجه اللي تعجب الناس في خدمتي، وتشوفي الميزه اللي عندك وتطوري دائما في الميزه تاعك وتشوفي كيفاش راح تنجحي في مشروعك. لازم تعرفي اختي العزيزه باللي يعني الانسان اللي يستنى زبون هو اللي يتعب، اما الانسان اللي يخدم باش يجيب الزبون ويتحرك ويروج هذاك هو الانسان الناجح واللي في المستقبل راح يكونوا عنده كائن اوفياء وهما اللي راح يطلعوه وراح ينجحوه. المهم خياتي العزاز اللي عجبكم الفيديو تاعي ماذا بيكم تشتركوا في القناه، مازال لي دروس اخرى ان شاء الله راح نكملكم في سلسله التسويق واكبر دوره تسويق من الصفر بدون اي ولا مصروف ومن المنزل كي قاعده والدوره تلحقك. المهم خياتي العزاز لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تكون لقات استحسانكم. ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.